سيد يجلس على سريره وهو يعتز بشاحن هاتفه الأصلي. أخوه الصغير كريم يخطو بهدوء ويأخذ الشاحن دون أن يخبره. سيد يستيقظ في الصباح ولا يجد الشاحن في مكانه المعتاد. يبحث سيد في كل أركان المنزل بتوتر، يفتش تحت الوسائد والدواليب. يخرج إلى الحارة ويسأل الجيران عن الشاحن، فيظنهم أنه يبيع شواحن. أحد الجيران يعطيه شاحناً بديلاً، لكنه يحمص الهاتف ويتصاعد منه دخان خفيف ورائحة حرق. سيد يكتب بوستاً غاضباً على فيسبوك يهدده من السرقة وينشره بحماس. البوست ينتشر بسرعة ويصبح ترنداً في مصر، وتظهر ميمات مضحكة تلقب فيها بسيد الشاحن. اوعى تنسى تصلي على النبي وتشترك في القناة. شركة شواحن تشاهده وتعرض عليه إعلاناً فكاهياً لترويج منتجاتها. منذ ذلك الحين يصبح سيد نجم سوشيال ميديا بعبارته الشهيرة: الشاحن الأصلي مش بيتعوض، لكن الضحك دايماً بيتشحن.